السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي العزاز، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن حال وبصحة جيدة. خوتي، مقلب دارو يوتيوبر سعودي دمر حياة رجل سوداني. بلا شك غادي تكونوا كاملكم شفتوا هذا الفيديو، لحقاش هذا الفيديو وصل تقريبا ل2 ديال المليون ديال المشاهدة. خليكم معايا خوتي نوريكم واحد المقطع من هذا المقلب اللي دار لهاد السوداني. هذا لبسكم ايش تسموه؟ توب وهذا سداري وهذا اللي في راسك ايش تسموها؟ طاقية. عندك سناب شات؟ ها انت عندك سناب شات ولا لا؟ كيف؟ عندك سناب شات؟ سناب شات؟ ايوه. ما ادري ايش هذا. ما عندك سناب شات؟ فيسبوك؟ خوتي، هذا يوتيوبر معروف كيدير المقالب للناس، ولكن ما عرفش باللي راه دار واحد المقلب اللي قلب حياة هذا الرجل السوداني اللي شتت ليه عائلته وفرقوا دابا مع مرته ومع وليداته. المقلب اللي دار هذا اليوتيوبر لهذا الرجل السوداني هو انه عنده طاكسي ووقف في الطريق وقال لي باللي باغي يخدم ليه شي حاجه وركب معاه على اساس الخدمه. من بعد وقف في واحد البلاصه على اساس باش ياخذ شي حاجه للاخت اللي كاينه موراه، ولكن بالنسبه لهذيك راه ماشي اخت، هذاك راه الصديق ديالو اللي داير النقاب. المهم هو كيهبط وكيخلي صاحبه معاه. هذاك هو المقلب اللي داروا ليه، وللاسف الشديد يعني شتوا ليه عائلته كامله. خلوكم معايا تسمعوا واحد المقطع ديال هذا الرجل السوداني اشنو كيقول على حساب هذا الفيديو واشنو دار ليه في حياته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا يا أخي أحمد فضل مولى، الراجل الطبق فوق المنظر هذا بتاع المقلب. أقسم بالله ما لي فيه حاجة، واقف في الشارع على عيالي أطلب الرزق، وجاني وقال لي عندي عمل، وجاني وطبق فوق المنظر. والله ما أعرف حاجة، أنا إنسان أمي، وهذا التلفون والله مبر علي به واحد. ما كان عندي تلفون وسا ما أعرف عليه، ولا أعرف أكتب ولا أعرف أقرأ، ما أعرف أي حاجة والله. بس ترى إنسان وقاعد وجاي وطلب الرزق لعيالي. والله طبق فوقي منظر، خسر علي الدنيا كلها، وخسر علي بيتي هناك مع عيالي مع اخواني مع هناك. الحين حتى اولادي اقسم بالله خلق لي معاهم مشكله، ما هسه ما اقدر اكلمهم في التليفون. هذا عمي تعب مع الشعب السوداني والشعب السعودي وباقي الشعوب، وانا ما لي حاجه في الانسان، انسان بسيط رافع امري لله ورافع على المحكمه العليا، واقسم بالله العلي العظيم ما سامح له يوم الدين. وهذا جاني يوم الخميس وقال لي سامحني، وقلت له يا اخي انا ما انا سامحك، اولادي دحين عند هلون وخربت علي الدنيا وخربت علي، خربت سمعتي عند السودانيين وعند الشعب السعودي وباقي كل الشعوب وباقي الاخوان والشارع اللي فيه. ما اقدر اكل ما اقدر اشرب، واقسم بالله حطم علي معنوياتي مره. ولد عمي تعب ولا بعد الحد، وما قلت له انشر اي حاجه، وانا ما اعرف عنه حاجه، والله ما اعرف عنه حاجه، والله ما شاهدته الا في التلفزيون. المهم اخوتي، هذا هو المقطع ديال الفيديو اللي خرج به السوداني. خوتي دابا ندوزو لا فيديو ديال اليوتيوبر السعودي اللي كيوضح فيه. طبعا كل حلقه لازم انزلها، لازم اخذ موافقه الشخص على اني انشر الحلقه. شوفوا، انت شوف الحلقه في اليوتيوب. طيب بقول له شوف الحلقه في اليوتيوب، حتضحك هتقول والله انا كنت المقلب. تمام اتفقنا؟ اتفقنا، لكن بس الله يرضى عليك نحن خلاص يا حبيبي. السلام عليكم. والسلام والله هذا مخالف صاحبنا هذا في البرنامج والله. المهم اخوتي، كيف ما شفتوا هذا هو التوضيح اللي حط اليوتيوبر السعودي. كيف ما سمعتوا اليوتيوبر السعودي كيقول باللي راه الرجل السوداني موافق. المهم قريت انا بزاف ديال التعاليق على حساب هذا الفيديو، كل واحد صراحه واشنو كيقول. شي كيقول لك بان هذا السوداني يعني بان على حقيقته، وكاينين الناس اللي كيعاتبوا هذا اليوتيوبر السعودي، كاينين الناس اللي كيقولوا ما كانش عليه يحط هذا الفيديو، وكاينين الناس اللي كيقولوا ما كانش عليه يدير هذا المقلب لهذا الرجل مسكين، وكاينين الناس اللي بقى فيهم بزاف الحال من ناحيه النقاب، يعني تيقولوا عطاو واحد الصوره المراه المنقبه ماشي هذيك، يعني ما عجبهمش الحال بداك التصرف. المهم اخوتي، بزاف ديال الناس يعني عاتبوا الرجل السوداني وعاتبوا كذلك اليوتيوبر السعودي والصديق ديالو. المهم اخوتي، بزاف ديال الناس كيبغوا غير يضحكوا، ولكن ما عارفينش بين لي راه في الاخير غادي يبكوا. المهم كيف ما كيقول واحد المثل، قال لك كثرة الضحك تميت القلب. لحقاش يعني الانسان فاش كيبقى غير كيضحك القلب ديالو ما كيبقاش يحس بالانسان اللي قدامه، يعني كيموت ليه ما كيعرفش مازال اشنو كيدير حتى الاخير تيقول لك انا مقصد
ولكن راه في الاخير راه جرحه او لا دار ليه شي مأساة بحال هاد السيد هذا اللي يعني جا باش يعاون العائله ديالو، في الاخير شتت العائله ديالو. المهم اخوتي دابا ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.